بسم الله الرحمن الرحيم، يا حبايب مساء الخير. عايز أقول لكم على حاجة كده. كنت باتفرّج من كام يوم على فيلم بتاع الكيف، محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وجميل راتب. جميل راتب قاعد مع يحيى الفخراني، فبيقول له بقى إيه جميل راتب اللي هو رئيس العصابة يعني، بيقول له: اللي أنا بدأت حياتي من الأول خالص تاجر كيوف، كنت باعمل شاي، وكنت بانش ب ب باغش بنشارة الخشب، وفضلت شغّال زي الفل وبتاع. لغاية ما الناس بتوع الوِرَش وكده عرفوا اللي إحنا نستخدم النشارة في الشاي، فغلّوا النشارة عليهم يعني، فاضطر يحُط شاي. فلمّا ابتدى يحُط شاي، الناس قالت له: "أنت كده بتغِش الشاي وبتاع، وما بقاش زي الأول وكده." لمّا هو بقى شاي يعني، مش شاي أي كلام. فيحيى الفخراني رَد عليه وقال له إيه، قال له: "عشان طمعكم وجشعكم يعني خلّيتوا الناس من كتر ما بتدوق الوِحِش نسيت طعم الحلو." نفس الحكاية اليومين دول كده. البنت ولها مننا كل الشكر والاحترام طبعًا، اللي هي بتاعة الترند بتاع الشيبسي. هي الناس ليه هي طبعًا شكرًا ليها وكل حاجة، بس ليه خدت الضجة الفظيعة يعني اللي هي فيها دي؟ من كتر ما الواحد بيقعد يقلِّب كده طول ما هو قاعد، ويلاقي مش عارف مين ماسك مش عارف إيه وبيضرب مين مش عارف إيه، توك توك ماشي بالعكس ومش عارف يعني كلّها بصراحة حاجات سلبية. فالناس يعني يعني عايزين زي ما بيكونوا ما صدّقوا مثلًا يلاقوا حاجة إيجابية يتكلّموا فيها. ما إحنا فين وفين يا جماعة لمّا بنلاقي حاجة إيجابية؟ يعني بنعاني برضه بصراحة يعني. عشان كده برضه هي خدت الضجة الجامدة دي، وهي طبعًا شكرًا ليها وبتاع. طيب أنا عايز برضه أقول لكم على حاجة. ربنا معاه طبعًا ويكون في عونه كده. الراجل اللي بيشحت هو لسه بيشحت برضه على فكرة، إحنا ما شُفناهوش برضه في أي حاجة يعني. اشمعنى يعني اللي فكّرِت؟ طب ما هو إحنا نشوف برضه الجنب التاني، والّا إحنا بنشوف جنب واحد بس؟ فدي كانت حاجة يعني إحنا من كتر ما كنا بنشوف الوِحِش، إحنا بجد يا جماعة نسينا طعم الحلو. يالّا انتظرونا بقى في الحلقات الجاية إن شاء الله، وما تنساش تعمل لايك لقعدة صحاب، وتشترك في القناة عشان يوصلك كل حلقاتنا بإذن الله. سلام.